وكان عندها برد وما عرفتش اتصرف ازاي، فما اتصلتش بحد، اديتها سيتال من بتاعي، فبقت الحمد لله سخنه وعندها برد ومسممه. جماعه وبعدين بجد في الناس اللي كل ما القطط بتاعتها تسخن تروح تديلها باراسيتامول او تديها كيتوفان او تديها سيتال بتاع الاطفال، او تتصل بالصيدليه، يا صيدليه الحقوني بسرعه القطه بتاعتي سخنه وديها ايه وكده. بعدين بجد في الناس دي يعني بجد هتتعلموا امتى؟ المفروض في كام قطه في العالم تموت عشان نعرف ان ما ينفعش ندي اي حاجه من نفسنا يعني. طب تعالوا معانا كده نبص على الفيديو اللي انا هعرضه دلوقتي ده ونشوف الباراسيتامول بيعمل ايه. معايا بقى عايزه اسالكم سؤال، ليه ما تتصلوش بالدكتور البيطري تسالوه هي القطه بتاعتنا سخنه نعمل لها ايه؟ اولا درجه حراره القطه الايام دي ما يعتبرش سخنه قوي، لان اصلا كل حاجه في الدنيا سخنه. دي ازازه الميه لو حطيناها بره ساقعه نتلجها شويه وبنلاقيها برده سخنه. طب ايه بقى؟ ليه كل ما نحس ان القطه درجه حرارتها اعلى من درجه حراره جسمنا ان انت سخنه ونقوم نجري عليها باي حاجه ونديها اي ادويه؟ وليه ما بنتصلش بالدكتور اللي بنتابع معاه على طول؟ ليه مضطرين نتصل بالصيدلي والصيدلي يقول لي على سيتال وصيدلي تاني يقول لي على بنادول وصيدلي تاني يقول لي على باراسيتامول؟ ليه كل ده ممكن نعمله لما ممكن نتصل بالدكتور ويقول لنا ايه الحل؟ القطه دي جالها تشنجات ودرجه حرارتها قليله، وشها منفوخ، يعتبر مفيش اكسجين في جسمها خالص، جسمها كله ازرق ازرق ازرق.